تعرفوا ايه عن عمارة رشدي؟ مش العمارة الجديدة اللي نورت واتسكنت خلاص، لا، انا بتكلم عن العمارة القديمة، العمارة اللي فضلت واقفة زي هيكل عظمي لأكتر من 50 سنة في شارع أبو قير في قلب اسكندرية، شايفة كل اللي رايح واللي جاي، بس محدش كان يقدر يقرب منها. كانت واخدة رقم 412، رقم عادي على حتة أرض مش عادية. الناس سموها عمارة العفاريت، وأنا كاسكندراني عشت وسمعت كل الأساطير دي. تعرفوا امتى بدأ النحس؟ بدأ من أول طوبة اتحطت، بيقولوا سنة 1961 لما طلع ترخيص البنا. المفروض كان يبقى برج سكني فاخر 11 دور، بس هو فضل واقف عند الدور السادس. ليه وقفت؟ الحقيقة والواقع بيقولوا إن كان في خلاف على تغيير نشاط العمارة. صاحبها عادل الصبوري كان عايز يحولها لفندق، بس التراخيص مرضيوش، وفضل يحصل شد وجذب، والديون عليه زادت، والنزاع فضل شغال سنين. لكن الناس مش بتشوف خلافات قانونية ولا ورق، الناس بتشوف مبنى ضخم مهجور كأنه بيت بيتنفس ببطء. وهنا بقى بدأت الحكايات اللي ما بتتربطش بالورق. بيقولوا النحس بدأ لما عامل كان شغال في الأساسات في عز الضلمة، وقع منه مصحف في الخرسانة اللي بتتصب. الراجل خاف يطلعه عشان ما يبوظش الشغل فسابه، وساعتها العمارة اتبنت على كتاب الله. اتقال ان دي اول لعنة، البناء على كلمة الحق. وفي ناس تانية قالت ان الارض اللي اتبنت عليها العمارة دي ما كانتش ارض فاضية، دي كانت مقبرة جماعية لناس ماتوا في حوادث غامضة ومحدش عارف لهم دية، وان الارواح دي بدل ما ترتاح فضلت محبوسة تحت القواعد بتستنى اي حد يسكن عشان تاخد بطارها. ولما الخلاف المالي زاد وصاحب العمارة عادل الصبوري كان عايز يخلي الديانة يبعدوا، الراجل طلع الإشاعة بنفسه، قال إن العمارة مسكونة فيها عفاريت. بدل ما يخسرها في مزاد حبسها بإشاعة وقفلها بنفسه بحوائط طوب عشان محدش يقدر يدخل ولا يخرج، وخلاها متحف للرعب في قلب اسكندرية. وفضلت العمارة كده زي تابوت أسمنت اللي بيتفرج على الدنيا بتعدي من قدامه. أشهر قصة ودي اللي خلت اسم عمارة رشدي ينطبع في كل دماغ واحد من اسكندرية هي قصة العريس والعروسة. في السبعينات أو الثمانينات الأسطورة بتقول إن كان في واحد اسمه خالد، كان عريس جديد لسه متجوز، وشاف شقة في العمارة دي. رغم إنها كانت نص بنا ومقرفة والناس بتحذر منها، لكن عينه كانت عليها، يمكن عشان كان حاسس إنها لقطة، ويمكن كان في غفلة من عقله. أهله حذروه، يا ابني العمارة دي نحس ما تقربش منها. لكن خالد وعروسته الجميلة دخلوا الشقة. بيقولوا كانت في الدور الرابع، وليلة الدخلة المفروض تكون ليلة فرح، ليلة العمر، بس هي اتحولت لليلة حمراء بالمعنى الحرفي للكلمة. الأجواء كانت تمام في الأول، نور خافت وشموع، شوية رومانسية لزوم الدخلة. بس فجأة سمعوا صوت زي خربشة جاي من ورا الحيطة، زي ما يكون ضوافر بتخربش. في الأول ما اهتموش، لكن لما الصوت زاد وتحول لصوت ضحكة مكتومة، وبدأوا يشوفوا حاجات بتحصل على الحيطة. نقطة دم بدأت تنشع على الحيطان اللي ورا السرير، نقطة واحدة، وبعدين بقت خط رفيع بينزل ببطء، وبعدين النقط دي كبرت وبدأت تكبر على الحيطة زي الورد اللي بيفتح، بس ورد من دم. العروسة جريت على الحمام عشان تغسل وشها، فتحت الحنفية والمية نزلت حمرا، مش لونها غامق، لأ، حمرا
حمرا زي الدم بالظبط. خالد حس ان دماغه بتطير، طلع يجري وراها وفجأة سمعوا صوت ضخم زي حاجة تقيلة وقعت وراهم في الصالة. لف خالد عشان يشوف في ايه، وهنا كانت المصيبة الكبيرة. لقى قط اسود ضخم بشكل مش طبيعي، وعينيه بتلمع في الضلمة. كان واقف بيعمل هسهسة كده زي صوت التعبان. القط ده ما كانش بيتحرك، كان واقف ثابت، بس عينه كانت بتطارد حركتهم في كل حتة. وفي عز الصدمة دي ظهرت حاجة غريبة جدا، حاجة طلعت من نص الأوضة كده زي ما تكون طلعت من الأرض أو من الهوا. واحدة ست. الفكرة بقى إن الست دي كانت مقطوعة الراس، جثة، جسم واقف ولابس فستان فرح زي بتاع العروسة، بس من غير راس. الجثة دي فضلت تضحك بصوت عالي، صوت مخيف جدا، بس الصوت ما كانش طالع من مكان معين، كان طالع من كل حتة في الأوضة. خالد والعروسة جابوا آخرهم، جريوا على الباب، لقوا إن الباب اختفى، بقى حيطة سد، مفيش مقبض، مفيش أي علامة إن كان هنا في باب. القط الأسود كان عمال يقرب منهم، والدم على الحيطان كان عمال يزيد زي الشلالات، ومفيش مفر. القصة بتقول إنهم مقدروش يستحملوا، جريوا ناحية البلكونة، وللأسف العروسة وقعت من فوق وماتت في الحال. خالد فاق الصبح لقى نفسه مرمي في الشارع، مغمى عليه، ومش فاكر غير ريحة الدم والراس المقطوعة. القصة دي اتكررت كتير قوي بصور مختلفة، مش لازم تكون ليلة دخلة. أي حد كان بيحاول يقرب كان لازم بيتأذي. خلال 50 سنة دول العمارة بقت عاملة زي مصيدة للأحزان. قالوا إن كان في مستأجر سابق في الدور الأرضي، حصل حريق فجأة في شقته ومات محروق بالكامل. الحريق بدأ وانتهى في شقته بس، زي ما يكون النار بتطارد شخص معين ومش عايزة حد تاني. وفي حكاية تانية بتقول إن كان في دكتور سنان فاتح عيادة في الدور الأول، كان بيقول أنا راجل علمي مش بآمن بالخرافات دي، وكان لسه بيجهز عيادته، ضربته عربية قدام العمارة بالظبط ومات في ساعتها. الناس ربطت الحادثة دي بالنحس، كأن العمارة بتمد ايديها وبتجذب الموت لأي حد بيحاول يكسر سكونها. وفي قصة لصاحب شركة، راجل أعمال كبير حاول يعمل مقر شركته في العمارة دي، بعد شهرين أفلس إفلاس كامل ومبقاش معاه ولا مليم. انتحر في نفس الشقة اللي كان عايز يعملها مكتب. كل قصة من دول كانت طوبة بتتحط في أساس الأسطورة، وفوق كل ده ظهرت حاجة تانية، أساطير السحر. قالوا إن صاحب العمارة الأصلي كان معاه شريك مغربي وخان الشريك ده، فقام الشريك حط تعويذة سحر قوية تحت الأساسات، تعويذة تخلي العمارة مسكونة بالجن عشان ينتقم من صاحبه اللي غدر بيه. وفي ناس قالت لأ، القصة مش كده، القصة إنهم هدموا مسجد قديم عشان يبنوا عليه العمارة دي، ولعنة المسجد هي اللي حلت عليها. كل حاجة في العمارة دي كانت بتنادي على الخوف. لو عديت جنبها بالليل كنت هتلاقي ريحة المكان عامل زي التراب، وهتحس زي ما يكون في حاجة بتنادي عليك من الشبابيك. فضلنا سنين طويلة بنشوف العمارة دي زي ما يكون وحش نايم في قلب اسكندرية، محدش بيقرب، محدش بيفتح بقه غير بالهمس، لحد ما جت سنة 2012. مجموعة من الشباب اللي بيحبوا المغامرة قالوا لازم نعرف الحقيقة، احنا لازم نكسر الحواجز دي. العمارة كانت متقفلة بحوائط طوب سدت كل المداخل، بس الشباب جابوا عدتهم وفي عز الليل اقتحموا المبنى، كسروا الحوائط دي، وفي اللي نط من البلكونات. وهنا كانت الصدمة الحقيقية، العمارة من جوه كانت فاضية تماما، مفيش اي اثر ان في حد عاش هنا قبل كده، مفيش سراير،
مفيش عفش، مفيش بقايا حريق كبير، مفيش دم على الحيطان. كانت مجرد هيكل خرساني مصمت، جدران مش مدهونة، أسلاك عريانة، ومخلفات بناء قديمة زي ما تكون لسه متسابة من ايد العمال من 50 سنة. وما كانش فيه اي دليل مادي على اي شيء خارق. الشباب قعدوا فيها لحد الفجر، ما سمعوش اي صوت وما شافوش اي شبح. مفيش مية نزلت حمرا من الحنفيات اللي اصلا ما كانتش راكبة. هنا الحقيقة ضربت الخيال على دماغه. كل القصص دي كانت هوا، كانت مجرد أسطورة طلعت من نزاع مالي وحالة فراغ، وصدقها الناس عشان الخوف أحلى وأسهل من تصديق الورق. وأخيرا سنة 2018 شركة عقارية اشترت المشروع وجابوا مهندس شاطر، عاد تخطيط المبنى من الصفر، خلص ال11 دور بالكامل وغير الوجه اللي بقى شكلها عصري. شال الهيكل العظمي البشع وحط مكانه برج شيك ومودرن، ينفع مكاتب وينفع شقق فاخرة. سنة 2021 العمارة اتسكنت بالكامل، والناس اللي سكنت فيها ما بيتكلموش عن أي حاجة غير عن الإيجار وخدمة الأسانسير. العمارة دلوقتي زي أي برج سكني عادي في اسكندرية، مفيش قط اسود بيظهر، ومفيش جثة ست مقطوعة الراس بتضحك. كل اللي كان بيتقال كان مجرد مادة إعلامية دسمة طلعت في التلفزيون، اتعمل عليها فيلم واتعمل عليها كتب رعب. بس في الآخر عمارة رشدي علمتنا حاجة مهمة جدا، إن الخوف بيملى الفراغات. أي فراغ، سواء فراغ في بنى أو فراغ في معلومة، بيتملي بالقصص اللي بترعبنا أكتر ما بتنور عقولنا. النهاردة لو عديت من قدامها هتشوفها منورة ومسكونة، بس مش بالعفاريت، مسكونة بالبني آدمين اللي بيصحوا الصبح يروحوا شغلهم، واللي بيرجعوا بالليل عشان يناموا في شققهم الدافية. اللعنة كانت كدبة مالية ضخمة انتهت بمجرد ما الحقيقة اتكست بالطوب. وهي دي حكاية عمارة رشدي، بدأت بكدبة وانتهت بنور حقيقي.